مساء الخير عليكم. لأول مرة في مصر بتصدر شهادات بعائد 25%. دي أول مرة بيطرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات بأعلى قيمة في الدولة كلها. طبعا كلنا سمعنا عن البنك المركزي لما زود الفوائد 3%. طبعا كلنا انتظرنا على أساس هل هتكون في شهادات بعائد أعلى من 16% اللي موجودة حاليا في البنوك، ولا هيكون في شهادة تاني 18% زي اللي كانت موجودة في مارس الماضي. طبعا النهاردة البنك الأهلي وبنك مصر أصدروا شهادات بعائد سنوي بيصل ل 25%. العائد ده عائد سنوي. الشهادة اللي موجودة في البنك الأهلي اسمها الشهادة البلاتينية. الشهادة البلاتينية دي في منها 2 شهادة ذو العائد السنوي، ودي ب 25% من قيمة الشهادة، والشهادة البلاتينية زاد العائد الشهري، ودي العائد عليها 22.5%. طبعا من مميزات الشهادة دي انك تقدر تعمل اقتراض بيها، تقدر انك انت تسترد قيمة الشهادة تمام لو انت تعذرت في المبلغ بتاعها بعد مرور 6 شهور. طبعا ممكن تسترد جزء من الشهادة بتاعتك طبقا لمعايير البنك. اما بنك مصر فطبعا اصدر الشهادة باسم شهادة طلعت حرب، ودي عمل منها نسختين. نسخة شهادة طلعت حرب ذو العائد السنوي 25%، العائد بيكون آخر المدة، وعائد شهري دي 22.5%. وطبعا نفس الكلام بالنسبة بنك مصر، تقدر تقترض بأصل الشهادة، وتقدر انك انت تسترد القيمة بتاعتها في نهاية المدة، او انك انت ممكن تكسرها بعد مرور 6 شهور. طبعا احنا شايفين ان البنكين النهاردة بيقدموا اعلى معدل عائد في مصر كلها، واول مرة تحصل ان يكون في شهادات بقيمة 25%. ودي طبعا من اجل طبعا محاربة الاسعار المرتفعة، محاربة الدولار، محاربة السوق السوداء، القضاء على الاسعار المرتفعة بالنسبة للذهب وبالنسبة للدولار وبالنسبة لكل السلع اللي موجودة. طبعا دي مبادرة كويسة من البنك الأهلي وبنك مصر. يا ريت نفكر أكتر في الاستثمار والادخار في الشهادات. شكرا لكم ولمتابعتكم.